لو اشتغلت في مجال الكمبيوتر او البرمجه اكيد جالك مره صديق او صديقه يسالوك تقدر تخترق رسائل شخص معين، وردك كان ان الرسائل كلها مشفره ومستحيل اختراقها. ده صحيح، بس اللي ما تعرفوش ان بالرغم من ان الطلب ممكن يبان ساذج وردك يبدو منطقي، لكن حابب اقول لك ان التشفير وفك التشفير مش سر، واختراق الرسائل المشفره مش بعيد. خلينا اشرح لك بابسط شكل ازاي بتتخلق مفاتيح التشفير وازاي ممكن تتكسر، وايه دور الكوانتم كمبيوتر في كسر مفاتيح التشفير. كنا شرحنا قبل كده ان التشفير هو تحويل البيانات او الرسائل من شكل واضح بلين تكست لرسائل مشفره او نصوص غير مفهومه سايفر تكست. RSA واحدة من أقوى خوارزميات التشفير واللي بتستخدم في تشفير الإيميلات والرسائل والمواقع وغيرها كتير. RSA نوع من أنواع التشفير غير المتماثل Asymmetric Cipher، يعني التشفير بيتم باستخدام مفتاح عام Public Key، وفك التشفير بيتم باستخدام مفتاح خاص Private Key. الميزة في النوع ده إنه بيديك أمان أكتر، لأن المفتاح اللي بيشفر الرسائل مختلف عن المفتاح اللي بيفك التشفير. كده لو حد عرف المفتاح العام مش هيقدر يفك الرسالة إلا لو كان عنده مفتاح فك التشفير البرايفت كي. وممكن تعرف أكتر عن التشفير وأنواعه من الفيديو ده. في الأول هوضح مفاهيم رياضية بسيطة هنستخدمها في كلامنا. الأعداد الأولية Prime Number. الأعداد الأولية هي الأرقام اللي بتقبل القسمة فقط على نفسها وعلى الواحد الصحيح، يعني مثلا 2 و3 5 7 11، كل دي أعداد أولية. رقم زي 7 أولي مش ممكن يتقسم غير على نفسه أو الواحد الصحيح، لكن الرقم 6 مش أولي لأنه ممكن يتقسم على أرقام تانية زي 1 و2 و3 و6. مود أو باقي القسمة. مود بيقول لنا إيه هو الباقي لو قسمنا رقم على رقم تاني. على سبيل المثال لو قسمنا 7 على 3، 7 على 3 بيساوي 2 والباقي 1، 2 في 3 6، بنطرحهم من السبعة بيتبقى 1، يبقى 7 مود 3 بيساوي 1، وده اللي بنسميه باقي القسمة. دلوقتي خلينا نشوف ازاي بيتم التشفير. لو ان أليس هتبعت رسالة لبوب، للتبسيط هنقول ان نص الرسالة هو 65. أليس هتشفر الرسالة باستخدام المفتاح العام او البابليك كي. بوب هيستلم الرسالة المشفرة ويفكها باستخدام المفتاح الخاص مفتاح فك التشفير برايفت كي. يبقى عشان نشفر الرسالة محتاجين نخلق مفتاح التشفير العام ومفتاح التشفير الخاص، وبعدها هنشفر الرسالة ونفك التشفير. ودي معادلة التشفير اللي بنشفر بيها الرسائل باستخدام خوارزمية RSA. C هتساوي M أس E مود N، وC هو سايفر تكست او النص المشفر، النص بعد التشفير، وM هو رسالة أليس اللي احنا عايزين نشفرها، الرسالة الواضحة. وفي مثالنا ده نص الرسالة هو عدد 65. E هو مفتاح التشفير، N هو عدد كبير ناتج عن ضرب الأعداد الأولية اللي هيتم اختيارها. ازاي هنخلق مفتاح التشفير العام اللي بيتم بيه تشفير الرسالة؟ بنطلع مفتاح التشفير العام او بنخلقه بأربع خطوات. أول خطوة هي اختيار رقمين أوليين كبار جدا. في المثال هنتخيل ان الأرقام هم 61 و53 للتبسيط، لكن في الواقع الأرقام اللي بنستخدمها بتبقى ضخمة جدا وبتوصل لملايين. تاني خطوة حساب قيمة N، وزي ما قلنا N هو حاصل ضرب الرقمين الأوليين اللي اخترناهم في الخطوة الأولى P و Q، يبقى N هتساوي P في Q. 61 في 53 هيبقى الناتج 3233. تالت خطوة نحسب حاجة اسمها عدد أويلر أو فاي N. عدد أويلر هو عدد الأرقام اللي ملهاش قواسم مع N، وديت بتبقى أقل من أو تساوي قيمة ال N. ولو حابب تعرف أكتر عن دالة أويلر واتحسبت إزاي اكتب لي في الكومنتات هشرحها لك ببساطة في فيديو منفصل. لكن خلينا نعرف دلوقتي إن عدد أويلر بيتحسب من خلال المعادلة فاي N بتساوي P ناقص 1 اللي هو العدد الأولي الأول ناقص 1 في Q ناقص 1 العدد الأولي الثاني ناقص 1. يبقى فاي N هتساوي 61 ناقص 1 في 53 ناقص 1 بتساوي 60 في 52 3120. القيمة دي أساسية في حساب المفتاح الخاص أو البرايفت كي المسؤول عن فك التشفير فيما بعد. وأخيرا اختيار معامل التشفير قيمة E، وده رقم بنختاره على إنه يتوفر فيه شرطين. الشرط الأول إنه يكون أكبر من الواحد وأصغر من فاي N اللي حسبناها في الخطوة الثالثة. الشرط الثاني إن ما يكونلوش أي قواسم مشتركة مع فاي N. في المثال بتاعنا هنختار E بتساوي 17، وده المفتاح اللي أي حد يقدر يستخدمه لتشفير الرسائل. وكده هنطبق معادلة التشفير علشان نشفر رسالة أليس اللي هتبعتها لبوب. C هتساوي M أس E مود N. النتيجة 2790، والرقم ده هو الرسالة المشفرة، بمعنى إن نص الرسالة الأصلية اللي هتبعتها أليس لبوب هي 65 وهتوصل مشفرة بالشكل ده 2790. زي ما شفنا التشفير بيعتمد على الأرقام الأولية اللي تم اختيارها في أول خطوة P و Q، وكل ما كانت الأعداد أكبر كانت الرسالة المشفرة أعقد، لكن في مثالنا استخدمنا أرقام صغيرة للتبسيط. وزي ما قلنا فك التشفير بيتم بالمفتاح الخاص اللي موجود مع بوب مستلم الرسالة، وبنقدر نطلع قيمة المفتاح الخاص بالشكل ده. حاصل ضرب E في D مود فاي N بيساوي 1 صحيح، ودي هو المفتاح الخاص أو البرايفت كي اللي بنستخدمه في فك التشفير. يعني لازم نلاقي قيمة D لما نضربها في الإي ونقسم الناتج على فاي N باقي نتيجة القسمة 1 صحيح. وفي مثالنا دي هتساوي 2753، وده المفتاح اللي هيستخدمه بوب طبقا لخوارزمية RSA. بوب هيستخدم المعادلة دي عشان يفك تشفير رسالة أليس المشفرة. M هتساوي C أس D مود N. وكده رجعنا للرسالة الأصلية بعد فك تشفير الرسالة باستخدام مفتاح فك التشفير. دي ببساطة خطوات التشفير للرسائل المشفرة وفقا لخوارزمية RSA. طبعا ببساطة لو نص الرسالة عبارة عن حروف زي هاي مثلا بيتم استخدام معايير دولية للترميز زي اليونيكود. المعايير دي بتدي أرقام مميزة لكل حرف، وساعتها بيتم
تحويل الاحرف لارقام قبل التشفير، والعكس بيتم بعد التشفير. وزي ما شفنا كسر مفتاح خوارزميه التشفير RSA بتعتمد على ان انت تحلل قيمه n عشان توصل للارقام الاوليه البي والكيو، وده صعب جدا بسبب ضخامه الارقام. في اقوى الكمبيوترات التقليديه الحاليه هتحتاج ملايين السنين عشان تكسر او تحلل مفاتيح التشفير. الكوانتم كمبيوتر او الكمبيوتر الكمومي هو التهديد الحقيقي لكسر التشفير، لانها تقدر تعمل ملايين العمليات في وقت بسيط قياسا بالكمبيوتر التقليدي. في 1994 عالم اسمه بيتر شور اخترع خوارزميه باسمه بتقدر تكسر او تحلل الاعداد الاوليه بسرعه خرافيه باستخدام الكوانتم كمبيوتر. الا ان استخدام الشكل ده من المعادلات في كسر مفاتيح التشفير بيحتاج الوصول لكوانتم كمبيوتر بامكانيات معينه. واضح ان الموضوع ده مش بعيد وممكن نوصل له في اقرب وقت. الكوانتم بيقدر يحلل قيمه n اللي هو اساس المفتاحين بسهوله، وده بيخلي فك التشفير مجرد وقت بسيط. لو قدرت تكسر قيمه n هتوصل للاعداد الاوليه البي والكيو المستخدمه في خلق مفاتيح التشفير، وبالتالي هيبقى مفتاح فك التشفير برايفت كي مكشوف وسهل.